بسم الله الرحمن الرحيم. يلا عندنا طبعا نوفل بتاعتنا اسمها ايه؟ جين اير. طيب هناخد دلوقتي الكومنتس. كومنت نمبر 1. say Master Reed when you speak to me. لما تيجي تتكلمي معايا قولي مستر ريد. now come here. دلوقتي تعالي هنا. طبعا مين اللي قال الكومنت ده؟ جون. طبعا لما نيجي نعمل كومنت بنقول ايه؟ these words were said by. الكلمات دي قيلت بواسطة طبعا جون to me to Jane when she was reading the bird's book. When she was reading the bird's book and he wanted to know what she doing behind the curtains. كان عايز يعرف هي بتعمل ايه ورا الايه؟ الكارتنز اللي هي الستاير. Number 2. You've no right to take our books. انت ما عندكيش اي حق ان انت تاخدي الكتب بتاعتنا. طبعا مين اللي قال الكلمات دي برضو؟ جون to Jane. جون لجين when she was reading one of their books. When she was reading one of their books she was pulling. كان هو بيعمل ايه بقى؟ pulling يعني ايه؟ كان بيتنمر عليها. and he hated Jane very much. كان بيكره جين ايه؟ جدا. ده مين ده؟ جون. Number 3. You ought to be a beggar. انت لازم تبقي beggar يعني ايه؟ متسولة. and not live here with a ايه دي؟ انا مش شايفة. هو اللي عامل الملزمة ايه؟ جنتلمانز. Number 3. بس You ought to be a beggar. لازم تبقي متسولة. and not live here with gentlemen children like us. ما تعيشيش مع ناس جنتلمان زينا. تمام؟ طبعا برضو كل ده جون كان bullying there when he hit her with the book. لما ضربها بالكتاب he hated her and always bullied her. كان بيكرهها جدا ودايما بيتنمر ايه عليها. he always reminded her that she was orphan. وكل شويه بيفكرها ان هي ايه؟ orphan يعني يتيمه. and her parents left her no money. واهلها طبعا ما سابولهاش ايه؟ اي money. طيب number 4. You are a cruel boy. طبعا هي ليها رد فعل لما عمل كل ده معاها. قالت له ايه بقى؟ You are a cruel boy. انت ولد ايه؟ قاسي. You like a murderer. انت شكل القتلة او انت عامل زي الايه؟ القاتل. اوكي؟ These words were said by Jane to June. يبقى جين هي اللي قالت الكلام ده لمين؟ لجون because he hit her with the book. طبعا خبطها بالكتاب. So she attacked and scratched him. طبعا هي هجمت عليه وايه؟ خربشته. طيب number 5. Take her to the red room and lock her there. يعني احبسوها هناك. lock يعني احبس. said by مين؟ Mrs. Reed. اتقالت بواسطة Mrs. Reed. to مين؟ بيسي and Abbott. بيسي وأبوت دول الاثنين كانوا ايه؟ كانوا maids. When Jane fought with John. لما جين اتعاركت مع جون and scratched him with her hands. وخربشته بايه؟ بايديها. اوكي؟ Number 6. Take me out. Put me in the nursery. Take me out. اخرجوني بره ودوني على غرفة الأطفال. nursery هنا مش حضانة. nursery اللي هي ايه؟ غرفة الأطفال. I saw a light and I thought a ghost would come. أنا شفت ايه؟ لايت. شفت ضوء وافتكرت إن في ايه؟ جوست شبح ايه جاي. طبعا اللي قالت الكلام ده جين to بيسي للخادمة لما دخلت عندها when she begged her to take her out of the red room. لما كانت بتتوسل يلا نراجع المنهج يا جماعه. يبقى she begged her to take her out of the bedroom. كانت بتتوسل اليها ان هي تاخدها بره الايه؟ بره الريد روم. تمام؟ طيب number 7. The coachman went across the lawn with a lantern. lantern طبعا يعني فانوس او مصباح. and you must have thought the light was a ghost. انت فاكره ان هو جوست لكن هو مش جوست. ده كان مين؟ الكوتش مان. تمام؟ طبعا بيسي اللي هي الميد to Jane in the nursery room.
She explained to her what she had seen was not a ghost. كانت بتقول لها اللي انت شفتيه ده مش ghost، ده الكوتش مان. Coach man with a lantern. Okay. طيب number 8. I was shut up in a dark room where there is a ghost. I'm crying because I'm miserable. I'm crying because I am miserable، يعني أنا ببكي عشان أنا إيه؟ بائسة. طبعا الكلام ده قالته الدكتور when she was locked in the red room and she was ill. لما كانت تعبانة طبعا وفينتد وأغمى عليها، هم جابوا لها مين؟ زي فيتش الدكتور. تمام؟ فده كان الكاركتر بتاعته، كانت شخصيته كويسة وكان كايند يعني. Number 9. Now Miss Eyre sit down and think over your weakness. دلوقتي بقى اجلسي وفكري في الايه؟ فكري في الايه؟ يعني الشر بتاعك ان انت شريرة. بيج 2. طبعا بيسي اللي قالت الكلام ده لجين، مع ان بيسي دي كانت friendly with her، يعني هي كانت كويسة معاها، بس لما هي شدتها طبعا ايه هي كانت فوت، يعني كانت عمالة تعاركهم يعني، وهي هم مدخلينها الايه؟ الريد روم. Bessie to Jane when she took her to the red room، لما خدتها على الحجرة الحمراء she was annoyed، كانت متضايقة جدا because Jane fought her like a mad cat. كانت عمالة تتعارك معاها عاملة زي الايه؟ الماد كات، القطة الايه؟ المجنونة. although she was kind to her، بالرغم من ان هي كانت ايه؟ kind with her. مين اللي كانت kind with her؟ لا بيسي هي اللي كانت كويسة معاها. تمام؟ Number 10. Say your prayers. قولي بقى صلواتك or else something bad might come down the chimney and carry you away. طب أبوت كانت مس أبوت اللي عمالة تخوفها في الريد روم وتقول لها بقى قولي ايه الصلوات بتاعتك، لا اما ايه حد هيجيلك من المدخنة وايه وياخدك. These words said by ايه؟ طبعا مس أبوت before she locked her in the red room، قبل ما تحبسها في الحجرة الايه الحمراء. she was angry with Jane، كانت غاضبة من مين؟ من جين. and she wanted to make her afraid، وكانت عايزة تخليها طبعا ايه؟ خايفة، عمالة تخوف فيه. تمام؟ number 11. be sure and take good care of her. اتأكدي كده واعتني بيها جدا. طبعا بيسي قالت الكلام ده لما خلاص جين كانت رايحة على لوود سكول وكانت خلاص هتسيب بيت جيتس هيد. ممكن يجي لك سؤال يقول لك ليه جين كانت هابي يعني ايه؟ كانت فرحانة طبعا لما هي كانت بتسيب البيت بتاع جيتس هيد although they were rich، بالرغم من ان هم كانوا اغنياء، فهي كانت فرحانة عشان هي هتعمل طبعا ايه؟ حياة جديدة. وطبعا هم كانوا hated her، كانوا بيكرهوها. number 11. be sure and take good care of her. طبعا بيسي to the guard when she left the gate's head to Lowood school، لما كانت رايحة لوود school. خلاص كده؟ طيب بعد كده هنشوف مستر بروكلهurst، الأورفنيج اللي هي الايه؟ دار الأيتام. وهنشوف مس تيمبل. number 12. the child is very young. الطفلة صغيرة جدا. she had better to be put to bed soon. زي الطفلة الصغيرة دي تيجي لحد هنا المكان ده، دي لازم تحط في السرير ايه دلوقتي. طبعا these words were said by Miss مين؟ تيمبل to Miss Miller. لمين؟ لمس ميلر. when Jane arrived to school، أول ما وصلت على لوود school. she noticed that Jane was young and tired from the long journey alone. هي كانت ملاحظة إن هي إيه؟ تعبت جدا من الرحلة الطويلة. هاي number 13. do you know where the wicked go after death؟ هل أنت عارفة الأشرار بيروحوا فين بعد الموت؟ طبعا مستر صح. بس هو لو واحد غلط في بلوك الاسم بتاعه مش صعبة. بي كابيتال طبعا اي نيمز عندي لازم تتكتب ايه؟ كابيتال. لو كتبتها غلط 13. Do you know where the wicked go after death؟ انت عارفة فين الاشرار بيروحوا بعد الموت؟ طبعا مستر
Mr. Brocklehurst to Jane when he saw her for the first time at Gateshead. أول مرة كان يشوفها في Gateshead قال لها أنت عارفة الأشرار بيروحوا فين؟ طبعا لما her aunt لما عمتها قعدت تقول له كلام إيه؟ وحش على جين. He thought that هو اعتقد إن جين was a naughty كان معتقد إن هي naughty and girl who should go to hell اللي لازم تذهب إلى الإيه؟ الجحيم. Go to hell. Number 14. So you are a naughty girl. That proves you have a wicked heart. Wicked heart يعني قلب شرير. طبعا انت كده بنت نوتي وقلبك قلب شرير. ها يا سمير؟ هاي number 14. طبعا مستر بروكلهurst اللي قال الكلام ده لمين؟ لجين. Because he didn't understand the childish nature. ما كانش عارف طبيعة الطفولة بتاعتها. فهو قال لها ايه الكلام ده. Number 15. Her aunt has sent her here to be healed of her sins. عمتها بعتتها هنا علشان ايه؟ عشان تشفى من الأخطاء بتاعتها. sins اللي هي الخطايا يعني بتاعتها. ها يا أحمد؟ ركز معايا يعني مفيش فرصة تاني. Hey, number 15. قلنا these words were said by Mr. Brocklehurst. Mr. Brocklehurst to Jane when he ordered her to stand on a stool. طبعا أمر إن هي تقف على stool يعني كرسي all the day طول اليوم as a punishment كنوع من العقاب. He called her a liar وسماها إيه؟ liar يعني كاذبة sinful آثمة and wicked girl وبنت شريرة and her aunt طبعا ايه هي she told him all these things about Jane. اللي مش مترجم ومش عارف كلمات يا جماعة يترجمها يعني. مترجم في الملزمة التانية. وانا عارف برضه في الملزمة التانية. ها؟ أنا أصلا مش عارف كل مش مترجم. Teachers you must watch her for the girl is a liar. خلي بالكم البنت دي ايه؟ liar. You must be on your guard against her. انتوا لازم تاخدوا حذركم ايه؟ منها كلكم. كان بيقول للتيتشرز وكان بيقول للجيرلز اللي هم مع جين. Mr. Brocklehurst to the teachers and girls in the study room في حجرة الايه؟ الدراسة as she was warning them against Jane. كان بيحذرهم من مين؟ من جين. Number 17. Let her stand half an hour longer on that stool. خلوها تقف كمان. All the top knots must be cut off. ها يا أحمد قول لي بقى السؤال ده من غير ما تبص في الملزمة. ها نمبر أي نمبر بقى؟ قولي ده. All the top knots must be cut off. مش عارف. خلص يا ميس وبلاش يا ميس. وأنت مش عارف حاجة. كان مستر بروكلهurst هنتفتح الفيديو. لا كان مستر بروكلهurst مع البنات مع الجيرلز كان بيقول لهم اسمعوا الكلمه توب نوتس اللي هي قلنا الايه؟ توب نوتس اللي هي العرف اللي بيبقى فوق ده اللي انتوا عاملينه على شعركم. صح يا مس؟ بس يا نعم. قولي اسمه بقى. طبعا these words were said by me Mr. Brocklehurst to Miss Temple. قال الكلام ده لمس تمبل with long curled hair. كان قصده على البنات. في هنا يا جماعه المفروض ان هو قصده على الايه؟ الجيرلز. He wanted to cut their long hair. كان عايز الجيرلز to cut their hair. ماشي؟ Number 19. I have ordered that a lunch of bread and cheese should be served to all. أنا طلبت إن الأكل الجبنة والعيش لازم تتوزع على الإيه؟ الكل. على الكل. طبعا مين اللي قال الكلام ده؟ مالك يا ابراهيم؟ أيوة سليم. قول عادي. طبعا ميس تمبل هي اللي قالت الكلام ده للبنات. أول حاجة خالص ميس تمبل قالت للبنات إن أنا أنا أمرت إن أنا أجيب لكم غدا طبعا من البريد من الخبز والتشيز. تمام؟ يبقى تمبل to the girls when she ordered lunch instead of. يعني إيه instead of؟ بدلا من اللانش ده طبعا instead of بدلا من الايه؟ من البيرند بريكفاست. Why we have never given them lunch before. ليه كده؟ احنا عمرنا
طبعا مين؟ بروكلهurst to Temple. قال لميس تمبل he was scolding her. كان بيوبخها. scolding يعني بيوبخها for giving orders. ان هي عملت orders بالايه؟ باللانش للبنات. ان هي امرت بايه؟ بلانش للبنات. كمان يلا. The breakfast was so badly cooked that the pupils couldn't eat it. الطعام كان وحش جدا اللي اتقدم والبنات ما قدرتش تاكله. I couldn't let them hungry until dinner time. وانا مش هقدر استحمل ان هم يقعدوا لايه؟ لحد العشاء من غير ايه؟ اكل. طبعا مين اللي قالت؟ مس تمبل تو مستر بروكلهurst. ها وقالت له ان هي ايه؟ she had given the girls lunch. ادت للبنات lunch with bread and cheese. طبعا instead of ايه؟ بدل من البيرنت ايه؟ البيرنت بورج. ايه؟ friendship الصداقة. طبعا الصداقة بتاعت مين؟ هيلين وجين. I suppose you are an orphan. أعتقد كده إن أنت إيه؟ يتيمة. طبعا these words were said by Helen to Jane when they إيه؟ first time. Number 24. هي الإجابة اللي تحتيها برضه. بس العكس بدل Yes, my parents died. أيوة والدي توفوا before I can remember. قبل ما أنا قادرة كمان أتذكر. طبعا Jane to Helen نفس الأنسر عندي. When they met in the garden لما اتقابلوا في الحديقة of the orphanage for the first time. لأول إيه؟ لأول مرة. Number 25. Does this house belong to the tall lady? هل البيت ده بيخص التول ليدي السيدة الطويلة who said we were to have some bread and cheese؟ البيت ده بيخص الست اللي جابت لنا الجبنة والعيش. طبعا جين بتقول لمين؟ لهيلين. Jane to Helen she wanted to know if Miss Temple كانت عايزة تعرف إذا كانت Miss Temple owned that school. هي المالكة ده ولا لأ because she was kind to her. عشان هي كانت عاطفة إيه؟ معاها. Hey, number 26. You are wrong. You are wrong. أنت خاطئة. Most of us feel very sorry for you. على فكرة كلنا زعلانين عشانك. Mr. Brooklehurst isn't liked here. هو كمان أصلاً Mr. Brooklehurst ده هو مش محبوب هنا. I will be your friend. أنا هبقى صديقتك. طبعاً Helen said this to Jane when she was punished from talking to any girl. لما كانت punished يعني معاقبة إن هي تكلم أي حد في الأورفنيج. However ومع ذلك بالرغم إن هم منعوها إن هي تكلم أي حد she didn't follow Brooklehurst's orders. يعني هيلين ما اتبعتش ايه الكلام اللي مستر بروكلهurst قاله. Because he was unkind with all girls. عشان هو كان غير عطوف مع مين؟ مع all the girls. ولا حد بيقول أي حاجة ولا حد عمل أي حاجة. فيلم احنا بنغنيه. بس احنا مش متعلمين فولكس يا ميس، انت متعلمة فولكس يا ابني. يعني فولكس يعني قولوا كده حسوني ان انا بكلم بني ادمين. هنحل بقى في الاخر. بص يا مين؟ illness and death. الموت والمرض. Hey, number 27. You came to say goodbye. انت جايه تقولي لي goodbye. Then you are just in time. انت كده في الموعد المحدد. طبعا هيلين اللي قالت الكلام ده لجين. When Jane came to see Helen. لما جين جت عشان تشوف مين؟ Helen for the last time. لآخر مرة. Because it was her last moment. عشان دي كانت لحظتها الايه؟ الأخيرة. 28. I'm very happy Jane. أنا سعيدة جدا يا جين. When you hear that I'm dead. لما تسمعي بقى إن أنا مت خلاص. You must be sure not to grieve. لازم إيه؟ ما تحزنيش. تمام؟ وقالت لها إيه تاني؟ Yes to my long. ده الموطن الأخير ليا أو المكان الأخير بتاعي. طبعا هيلين اللي قالت الكلمات دي لجين. She asked her not to grieve for her death. قالت لها ما تحزنش على إيه؟ على موتها. She was happy to see Jane. كانت سعيدة جدا إن هي تشوف مين؟ Jane. Jane crept into Miss Temple's room. Jane crept
حبيبتي يعني كانت عماله ايه تتسحب كده على حجره مس تمبل to see her dying friend عشان تشوف صديقتها اللي بتموت. Number 29. Someone must be very ill. في حد لازم يكون هنا تعبان. If they have sent for the Dr. Bates طالما هم بعتوا لدكتور بيتس at this time of the evening طالما جابوا حد بالليل متأخر كده يبقى أكيد في حد إيه؟ تعبان. طبعا ماري آن طبعا دي كانت her friend برضو to Jane when they came to the school لما جم على السكول and ما شافوا دكتور بيتس horse حصان دكتور بيتس standing at the gate واقف على البوابة. Number 30. She is in Miss Timble's room. هي في غرفة Miss Timble. The doctor says that master says she must not here much longer. هي مش هتفضل هنا كتير. طبعا the nurse قالت لمين؟ لجين. When the latter اللي هو الأخير اللي هو مين؟ قلنا جين. لما جين asked about Helen لما جين سألت على Helen Jane was broken hearted كان قلبها مكسور جدا when she heard this أول ما سمعت الكلام ده على مين؟ على صديقتها هيلين. She wanted to see her best friend to kiss her before she died. قبل ما ايه؟ قبل ما تموت. عايزة تبوسها. ناس عندها إحساس صديقتها بتموت. هاي 31. هتلعب احنا نروح ابوسها. Number 31. My daughter. بدل ال O. My daughter. Oh, you mean Miss Vernice. My daughter انت فاكرة ان دي Miss Vernice دي بنتي؟ Vernice is the name of the girl you are to teach. ده اسم البنت اللي انت هتدرسي لها. طبعا ده لما جين اتنقلت لمين؟ للبيت الجديد اللي هي هتعلم فيه او هتكون الجفرنس اللي هتبقى المربيه بتاعت ايه؟ بتاعت فيرنس. Mrs. Fairfax to Jane قالت الكلام ده لجين. When Jane thought that Vernice was her daughter لما هي كانت فاكره ان جين دي ان فيرنس دي ايه؟ بنتها فقالت لها لا دي مش بنتي دي اسم البنت اللي انت جايه ايه؟ هتربيها هنا معانا. Number 32. Mrs. Fairfax. Did you hear that loud laugh? انت سامعه صوت الضحكه المخيفه اللي هنا دي؟ جين لمين؟ لمسز فيرفاكس. When she heard the fearful laugh لما سمعت الضحكه المخيفه and she was afraid وكانت خايفه ايه؟ جدا. Okay, number 33. If there were a ghost لو في هنا ghost at Thornfield this would be it haunt. لو انت فاكره ان في هنا ghost لا ده كده انت ايه؟ عندك وسواس انت كده شكاكه يعني. طبعا Mrs. Fairfax وجين when she was showing her around the house لما هي بتوري لها البيت وعماله تلف معاها البيت. 34. Perhaps Grace Poole ممكن تكون مين؟ Grace Poole. She sews in one of these rooms. هي قاعده بتخيط في اوضه من الاوض دي فاحتمال تكون مين؟ هي جريس دي اللي بتعمل ايه؟ الفيرفول لاف يعني الضحكه المخيفه. يوسف خالد قال. يوسف خالد قال شاطر. ما هو. ما نشوف الباقيين بقى. Too much noise Grace. Number 35. Too much noise Grace. كتير قوي الضوضاء اللي انت عاملاها والوش اللي انت عاملاها ده يا جريس. Remember what I have told you. افتكري لو قلت لك ايه؟ طبعا ميس فيرفاكس اللي قالت الكلام ده to Grace Poole. قالت الكلام لجريس بول because they heard a fearful laugh of لما سمعوا صوت ايه؟ ضحكة مخيفة of ايه؟ of the room يعني من الغرفة. مين؟ ماما عايزة ايه؟ مش عارفة. انا قلت لياسين روح هات لهم يا ابني اي حاجة. قال لي يا ماما دول عايزين مش عايزين حجرين صح؟ ايه؟ دول عايزين الحرق طبعا صح؟ عايزين حجرين. قال لك عايزين الحرق. لا مش هنقول لا برضه. عايزين حجرين. حجرين قال لي حاجة زي كده. عادي دايما. They are noisy together.
together. هم على طول عاملين ضوضاء كده مع بعض. Mrs. Fairfax قالت الكلام ده لجين when she asked her about the fearful laugh. لما سألتها على الضحكة المخيفة and she told her that Grace and Lee sometimes made noise together. هي لي وجريس هما اللي بيعملوا ايه ضوضاء مع بعض. Turn the page. هنشوف بقى مستر روتشستر when Jane met him in the street. Number 37. Oh, the governess. Devil, take me. I had forgotten the governess. أنا نسيت إن أنت ممكن تبقي الإيه؟ الgoverness اللي هي المربية. You are not a servant. أنت مش خدامة at the home. أنت مش خدامة هناك. أنت أكيد هتبقي الgoverness. طبعا مستر المربية. Mr. Rochester to Jane when she told him that she was a governess. مستر روتشستر طبعا اللي هو ايه هيبقى الاونر المالك بتاع البيت اللي هي رايحاه بس هي ما تعرفوش. هو السترينجر اللي هيتكلم هخرجه بره. مش هقول تاني كتير مش هضيع في اي دقيقه حريه. 37 قلنا مستر روتشستر to Jane when she told him that she was a governess. اول ما قالت له ده انا المربيه اللي هنا at Thornfield البيت الجديد اللي هي ايه رايحاه. He thought that she was a servant. هو فاكر ان هي servant لكن هي قالت له ان هي ايه الgoverness المربيه. Number 38. Thank you شكرا. I shall do. I have no broken bones. انا ما عنديش اي عظام مكسوره. Only a sprain. sprain يعني ها التواء. طبعا مستر روتشستر ده ابراهيم شاطر. ابراهيم برافو عليك. اشمعنى يعني؟ ما هو اللي قال ما انت لسه قايل ولا قايل زياده. مستر روتشستر هو اللي قال الكلام ده لجين طبعا when she offered him help. اول ما عرضت عليه المساعده قال لها لا ده انا تمام الحمد لله بس هي بس ايه عندي sprain التواء. 39. If you are hurt and were if you are hurt and want to help لو انت يعني عندك جرح وعايز المساعده I can fetch someone from Thornfield. أنا ممكن أحضر أي حد من Thornfield. طبعا جين لمستر روتشستر when he had an accident لما عمل إيه حادث on the road على الطريق. She didn't know that he was the owner of the house. ما كانتش عارفة إن هو الإيه الأونر. أونر يعني المالك بتاع إيه البيت. 40. Master had an accident. طبعا خلاص هي وقفت مع الراجل في الشارع وقعدوا يتكلموا مع بعض وجت مشيت وهو ما قالهاش ان هو برضو ايه الاونر. فطبعا راحت البيت. فلما دخلت البيت واحده من السيرفنتس الخدامين قالت لها ايه بقى Master had an accident. السيد بتاعنا حصل ايه حادث. His horse fell and his ankle sprained. طبعا اول ما قالت لها الحصان والمالك بتاعنا حصل له كذا فعرفت على طول ان هو مين مستر روتشستر اللي هو السترينجر الراجل الغريب اللي هي قابلته في الشارع. طبعا لي هي اللي قالت الكلام ده to Jane لجين when she came back and لما رجعت تمام وعرفت ان ايه ان السترينجر ده she had met was Rochester. روتشستر اللي هو الابريفيشن اللي انا عاملاه ده روتش الاختصار يعني. 41. I always dress for evening when Mr. Rochester is here. أنا على طول برتدي لبس حلو لما يكون مستر روتشستر إيه؟ هنا. طبعا Mrs. Fairfax to Jane. Mrs. Fairfax to Jane when she advised her to dress finely for the night. أول ما قالت لها إيه ارتدي لبس كده حلو علشان مستر روتشستر إيه؟ هنشرب شاي معي. تمام. 42. شاي برضه. Mr. Rochester is very changeful and abrupt. مستر نمبر 42 يا جماعه. مستر مستر شيل الاس. نمبر 42. Mr. Rochester is very changeful and abrupt. هو على طول متغير كده وابربت يعني حاد الطباع. على طول ايه اكسنتريك يعني متغير كل شويه بحال كده. طبعا جين اللي قالت الكلام ده to Mrs. Fairfax about Mr. Rochester.
because he was a moody, because he had family troubles. كان عنده مشاكل ايه؟ عائلية. فعشان كده هو ايه؟ abrupt and changeable. 43. If he does go, the place will be joyless without him. لو هو مشي وساب البيت هيبقى البيت كله ايه؟ without joy، يعني بدون أي فرح. طبعا الكلام ده جين to مين؟ to herself. قالت الكلام ده لنفسها. انا لازم الناس تحط اسمي when she was يا بابا امال ايه؟ هيتقطع من الاخر. يتقطع من الاخر. because بص عليك. تقطع الانجليش، تقطع اللغة العلمية. ارفع عليك. طبعا امي يعني. برافو عليك. شاطرين. لا يا ابني العلم لا يرمى. العلم لا يرمى يا ابني. ايه اللي احنا بنرميه؟ خاصة يعني اسمي مكتوب عيب. هنحطها في النيش عندنا. لا اخضع الاسم. 44. I have examined Adele. أنا اختبرت أدل and find you have taken great pains with her. أنا عارف إن أنت عملتي شوط كبير جدا وأحسنتي مع مين؟ مع أدل. طبعا مين اللي قال الكلام ده؟ ها؟ روتشستر. قلته. At the drawing room when she came to have a cup of tea. لما راحت عشان تتناول a cup of tea, he found that she made great effort with Adele. عارف إن هي عملت مجهود كبير جدا مع مين؟ مع أدل. Okay?